اللحظه اللي تم اعلان فيها اسم الاهلي وبدات ديليتا ليوتا مقدمه البرامج الايطاليه انها تتكلم عن الاهلي قبل ما ديل بييرو يبدا يعمل بقى القرعه ويشوف الاهلي في اي مجموعه يعني. انا في اعتقادي ان دي اهم لحظه في تاريخ الاهلي كاملا، يعني اللحظه اللي هي بتوثق تاريخ الاهلي، مش الجمهور اللي بيوثقه، مش الاعلام اللي بيوثقه، ده الفيفا بيوثق التاريخ ده وبيبلغ بيه العالم. يعني انت فاهمه؟ يعني هنا دي مش مناظره ما بين جمهورين علشان الاهلي يثبت قدام جمهور الزمالك حاجه، او قدام جمهور الوداد والترجي حاجه، او الاعلام هيتكلم في حاجه عشان ينور حاجه. لا 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 لا، دي حاجه الفيفا بتقولها للناس اللي واقفه قدامها، اللي هو ديل بييرو ورونالدو وارسن فينجر وديليتا ليوتا وغيرهم، وللعالم اللي بيتفرج على القرعه، لانه الاذاعه مجانيه وكل الشبكات واخده وكل الدنيا واخده. ديليتا ليوتا الاهلي بيعرف رسميا قدام العالم بالظبط كده. بتقولي ايه بقى؟ النادي الاهلي، انا تعمدت ان انا في قبل الهوا اخش الكنترول عشان اسمع الكلام حرفي، انت عارفه انه الترجمه اللحظيه ممكن ساعات جمل في النص تقع، لكن انا دخلت اسمع الكلام علشان ابقى ايه عارف الجمل حرفيا يعني. فهي قالت النادي الاهلي المصري نادي القرن الافريقي اللي حقق 25 بطوله، هم 26 فعليها واحده 26 بطوله قاريه، بطل كاس الانتر كونتيننتال اللي هو كاس الثلاث قارات. فانت هنا بتوثق كاس الثلاث قارات، بتوثق ان هو نادي القرن، بتقول للعالم هو ده نادي القرن اللي حقق 25 بطوله قاريه على مدار تاريخه لحد دلوقتي. دي المسج اللي وصلت للعالم، اللي هو مش محتاج ان انت تقعد في جلسه مع اي مشجع في العالم علشان تقنعه بحاجه. انت الفيفا بتقول الكلام ده للناس. علشان كده ما هي اجمل اللحظات في تاريخ النادي الاهلي بشكل عام؟ القضيه بتاعت قفشه، السوبر في سنه مش عارف كام، مباراه ريال مدريد 2000 اللي كان فيه احتفال نادي القرن، اللي اي لحظه فرحه، اي لحظه الاهلي اول مره وصول كاس عالم انديه، اي حاجه كلها لحظات توثق في تاريخ الاهلي على انها حاجه من ضمن حاجات. هدف اعطى دوري ابطال افريقيا، مشاركه لاول مره في كاس عالم انديه، لقاء اتعمل بيه براندنج للنادي. لكن دي هي اللحظه الاولى والاهم والاوقع اللي بتقول لاي حد في العالم كله الاهلي عباره عن ايه، اللي بتقول للاطفال الصغيرين اللي ما اتفرجوش على الاهلي غير في الوقت الحالي التاريخ كان عامل ازاي، اللي بيكون فيها رد بطريقه مباشره واضحه على اي حد عايز يقلل من اي انجاز صنعه على الاهلي في اي وقت في اي بطوله مهما كانت. علشان انت قدامك اهو، ده انت كنت عايز مستند من الفيفا يقول ان انت الكونتيننتال دي حاجه اساسيه، عايز تقول انه كاس العالم ده حاجه يعني ما طب يعني ما كانتش برضه 6 7 8 فرق يعني، وكانت حاجه في الضيق. طب البطوله القاريه، طب ايه يعني البطولات القاريه؟ ما هو برضه من الانديه كلها بتجيب بطولات قاريه. هو انت هتقارن نفسك باوروبا؟ هتقارن نفسك بامريكا الجنوبيه؟ هتقارن البطوله بتاعتك؟ والفيفا لما قال هو ما جابش سيره الدوري المصري، ده صحيح. هو لما عنون فريق يعنون بانجازاته القاريه الواضحه على مر التاريخ. فتقول ديليتا ليوتا هذا الكلام فيسمع من قبل نجوم واساطير الفيفا الموجودين في الحفله، فيسمعوا العالم كله، فيبقى دي هو التريد مارك والبصمه، هو التوثيق التاريخي لاسم كده. الاهلي قدام العالم بالظبط كده. فيصبح ده هو بيوثق تاريخيا بالظبط كده. الاهلي هو اللي عامل ده. وبالمناسبه ما بين قوسين، لانه المساله بالنسبه لنا كمصريين مش اهلي فقط لا غير، اللي اتعمل ده هو شهاده يعتز بها كل اهلاوي على مر التاريخ، وهي حاجه لازم تسخن كل الفرق التانية دون استثناء على انه انت عايز تعمل لنفسك تاريخ. اوكي، الدوري المصري شيء ممتاز، لكن انت وجودك قاريا اهم مليون مره. يعني بيراميدز حديث العهد محدش يعرفه، ملوش جمهور. لكن انت يا بيراميدز لو النهارده حققت دوري ابطال افريقيا، انت هنا بقى زيك زي الاهلي في الحته دي، ان انت عملت لقب هيوديك كاس العالم. فلما هتروح هتتقدم انه نادي بيراميدز حديث العهد، اللي قدر رغم انه حديث العهد انه يكون موجود في كاس العالم للانديه كبطل دوري ابطال افريقيا سنه كذا. انه الزمالك مع فرق الدوريات الضخم بينه وبين الاهلي، العداد الكبير والفرق الكبير اللي صعب جدا جدا يتجاب على الاقل في القرن الحالي، انت وجودك هنا بقى شديد الاهميه. بالمناسبه انا مع ميدو في اللي قاله امبارح على فكره انه الانتصارات المصريه الموجوده في الدوري وفي الكونفدراليه لازم يخلي مهندس ابو ريده يبدا يفتح في فكره
انه احنا عايزين فرق اكتر تشارك في دوري ابطال افريقيا في الكونفدراليه، وانا متوقع انه ابطال الكونفدراليه هيوصلوا لاحقا دوري ابطال افريقيا، هتحصل دي بشكل او باخر. فده بيسخن كل الناس، يسخن الدوري عندك لما يبقى فيه 3 4 5 مراكز هيلعبوا بطولات افريقيا، والبطولات دي تؤهل الى حاجه معينه. هي رساله للعالم ان اللي صنعوا الاهلي ده كله، انت عندك الفرصه انك تبص للاهلي من بعيد وتقول برافو على اللي حصل، تعترف بالقيمه اللي حصلت اولا، وتسعى انك تكون شبه هذا الكيان.